والحيز المكاني للإقسام. لأن النهارده ما ينفعش الضابط يجري ورا الناس في الشارع عشان خاطر يقول إنه بيدافع عن اسم، ما يجريش وراهم كيلو و2 كيلو عشان يقول إنه بيدافع عن اسم. بالإضافة لأنواع التسليح في حد ذاته، إيه أنواع التسليح اللي بيتم بيه تزويد الإقسام؟ هو قال طبنجات وآلي ومطاطي، إن في بعض الناس وخرطوش سوري، بعض الشهداء توفي من الخرطوش، وكان الدفاع بتاع المتهمين متمسك ان الإقسام ما بتتسلحش بالخرطوش. فجه النهارده السيد المساعد واقر ان هم بيتسلحوا بالخرطوش، من ضمن انواع التسليح الخاصه بيهم الخرطوش. بالاضافه لان الحيز المكاني قال لك يبقى في تناسب ما بين الاسم ومكان الواقع ومكان الاعتداء اللي جاي اللي اعتدى على الاسم، يعني يبقى ونوع والتناسب ما بين السلاح المستخدم ونوع السلاح رد الفعل. يعني ما ينفعش انا اضربني بطوبه اضربك انا بآلي، مفيش تناسب. يبقى هو بمضمونه بالاضافه الى التقرير اللي اتعملته وزاره الداخليه، احنا على يقين ان هذا التقرير يثبت ادانه جميع الضباط المقدمين للمحاكمه، والا ما صدر قرار من السيد وزير الداخليه باحالتهم للاعمال الاداريه وتقاعد من تقاعد منهم. يبقى النهارده مضمون الشهاده اللي هي جابوه اللي هو الدفاع بتاع المتهمين طلبها، ايوه، جت لصالح الشهداء وليس ضدهم. هو السؤال النهارده اللي انا بساله لنفسي، هل سوف يفاجئونا في الجلسات القادمه بتقديم تقارير طبيه ان هؤلاء الضباط جميعا مصابين بامراض عقليه؟